معامله الاطفال اللي لسه مولودين. هي ايدك كيوت، رجلك الصغننه، بطنك اللي ما فيها حاجه، هاكلها. نجيب ناس تاكلها معانا، يعني احنا بنتخانق، انا هاكل ايه، هاكل رجله، بنقعد نقسم الواد اشلاء وهو قاعد معانا. اللعبه المفضله عندنا كلنا بس. بعدين بنستغرب ان الواد مش فاهم الخوازيق بتيجي ازاي. يبتدي يكبر بقى وبنعلمه شويه لعب كده فيها قيم اخلاقيه كده، محتاج ان هو يتعلمها، زي لعبيني والعبك، كسر صوابعك. فاحنا في ثواب وعقاب، هتلعبيني هلعبك، انت حر. حادي بادي، كرومب زبادي. انا ما اعرفش احنا ليه ممكن نخلي طفل زي ده لسه ما اكلش اي حاجه في حياته يتخيل الكرومب بالزبادي، نخليه يستنى. هو مش هينقي ما بين الحادي بادي اللي احنا قلناه، لا هيستنى لحد ما الكتكوت يروح السوق ويشيل البيضه. صبر، كل ده صبر، كل دي قيم بنعلمها. وفي ناس بتتخيل ان البيبي ده شخص كبير متنكر، مثلا سرحان في البلوزه معاه، لا خلاص تحكي لها قصه حياتها. البلوزه انا جبتها من مول العرب مع واحده صاحبتي وخدنا اوفر، جبت السودا وجبت دي بس مش لاقيين قوي على كل الطقمه بتاعتي، وهي في حته جليتر جوه البلوزه بس بتاعتها هتموت وتاخدها مش اكتر. بقى نوع تاني لذيذ قوي من الناس بصراحه، بيعدوا كده على بنتي بس عايزه مفاتيح. مفاتيح ايه؟ مفاتيح. هي بتبقى بتلهس على المفتاح، خلاص ده هدفها في الحياه، نسياني وناسيه العالم وناسيه كل حاجه وعايزه المفتاح. لا ده غلط بقى عليكي، خلاص انا همشي بقى، يلا شبطتك همشي بقى، خلي ماما بقى تتصرف في موضوع المفتاح ده. ايه يعني الغطاسه بتاعت امك؟ ايه الرجاله اللي انت